صباح الفل وصباح النور وصباح الجمال وصباح القشطة على عيونكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى يا حبايبي هنعمل كشك ألمظية لبنتي اللي طلبته مني، المشتركة عندي. طلبت مني ان انا اعمل الكشك الألمظية وانا اتأخرت عليها كتير، فقلت اعمله النهاردة. انا عندي بتاعي الفرخة البلدي اللي انا سلقتها معاكم وعملتها عليها ملوخية، الملوخية الفريش، شوربة كنت شايلاها مقسماها في اكياس وشايلاها في الفريزر زي ما انتم شايفين كده، شايفين الدسم اهو. هنعلق عليها ده، هنعمل منها الكشك الألمظية. وعندي فرخة هتبلها واشويها. التتبيله برضو بنتي الغاليه حبيبه قلبي، بنتي حقيقي يعني ام بسمله الغاليه طالبه مني تتبيله الوراك المشويه عشان كانت عندي يوم الجمعه وبنتها كلت منها وقالت لها يا ماما خدي تتبيله الوراك من تيتا، فهي عجباها. لو اني بنتي شاطره قوي بسم الله ما شاء الله في الاكل، تحفه، ما بتطلعش حاجه من ايديها الا احسن مني كمان. فانا هعمل الفرخه المشويه دي عشان خاطر بنتي، اقول لها التتبيله اللي انا معتمداها، فراخ وراك اي تتبيله بعملها. ماشي يا حبايبي. دلوقتي ايه؟ هنعمل الكشك الألمظية معلقين على الشوربه، وعندي 3-4 معالق رز طحنتهم في المطحنه ماشي، وعلى معلقه دقيق. وعندي البصل هنا خضراته جوليان وهنعلق عليه يتحمر. كوبايه قهوه كده عشان احنا الصبح، احنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10:30 صباحا، فكوبايه قهوه كده تظبط الدماغ. وانا معاكم زي ما قلت لكم بعملها من غير سكر خالص. انا دلوقتي معلقه على الشوربه، هخرط البصل وارجع لكم. بصوا حبايبي، قطعنا البصل جوليان صغير رفيع كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كله رفيع اهو ماشي. هنحط عليه شويه زبده، شويه زبده وشويه زيت، يعني مش كله من الاول والاخر زبده، لا زبده وزيت. عايزين تحطوا زبده بس، عايزين تحطوا سمنه مفيش مشكله. هنعلق عليه بقى يتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ماشي يا حبايبي. وهنعمل دلوقتي تتبيله الفراخ المشويه مع بعضينا، نحضر المكونات وارجع لكم. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، هنا الشوربه لسه ما غليتش، وهنا البصل شغال اهو. هنحط ورق مناديل على الطبق وهنطلع عليه البصل، وشويه من البصل بالسمنه هنحطهم على الشوربه، بس السمنه مش كلها، يعني معلقتين كده. هو لازم الكشك يكون دسم. هنا الفرخه عندي فرخه 1.5 كيلو، قطعها زي الفراشه كده ونقعها من بالليل والله في ملح وخلي لا ملح وليمون وجنزبيل. بصوا فاتحه صدرها كده زي ما انتم شايفين كده. تعملي بقى يا ام بسمله وراك تعملي فرخه، اعمليها نفس الطريقه دي اهي. بصوا حبايبي اهي زي الفل قدامكم، ولا فيها دم ولا فيها اي حاجه. هنا بقى التوابل بتاعتها، المكونات: قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي اهو، قرن فلفل حامي، اللي مش عايز الحامي يشيله هو ما بيبانش. ليمونه بقشرها تشيلي بس منها البذر. بصلتين صغيرين وسط. حته فلفل احمر لو مش موجوده مفيش مشكله، هي نص قرن فلفل احمر ماشي. طماطمتين وسط اهو، انا مقطعاهم مكعبات. طماطمتين وسط ماشي. هنا بقى معلقه سكر كبيره، معلقه بابريكا كبيره، معلقه سماق، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه ملح صغيره، ومعلقتين 3 زيت ماشي. كل المكونات دي هنضربها في الكبه، ولو في بهارات فراخ حطي. انا كانت عندي وخلصت نفس التتبيله بتاعت الوراك يا ام بسمله، انا كنت حاطه عليها معلقه بهارات فراخ بس خلصت من عندي ماشي يا حبايبي. ونسيبها بقى ساعه ساعتين مش مشكله، ونتبلها. هضرب المكونات وارجع لكم. كده ضربنا التتبيله كلها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها معلقتين زيت كده جاهزه لتتبيله الفرخه. ونسيبها بقى ساعه كده. لقيت حته الفلفل مش مضروبه، قلت مش مشكله، مش معقوله هشغل عليها الكبه اهي، من الناحيه دي ومن الناحيه دي وتحت الجلد وكله اهو. التتبيله دي تحفه، اعتمدوها وهتجربوها هتقولوا هي بسمله عملتها لك يا حبيبتي. كده مضطرين نطلع البصل عشان ما يتحرقش. البصل بتاع الكشك لازم يا جماعه يكون فاتح ما يكونش غامق، لان انت بتطلعيه ذهبي اما بيقعد شويه كمان بيحمر. بصوا اهو، بصوا هطلعه وارجع لكم زي ما انتم شايفين كده. طلعنا البصل اهو
هنحط بس شويه كده على بس كده ماشي. وهنحط الرز المطحون 3 معالق رز اهو، دول 3 معالق رز طحناهم ياخدوا غلوتين. وبعد كده نروح حاطين ايه معلقه دقيق مع اللبن. مفيش اسهل من الكشك الالمازيه يا جماعه اهو. لازم يغلي شويه الرز، يغلي شويه مع الشوربه اهو. اهو يا حبيبه قلبي اللي طالبه الكشك الالمازيه، منوراني ومشرفاني وتعليقاتك جميله زيك، ربنا يخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا. ياخد 10 دقايق كده وارجع لكم. بص يا حبيبتي كده غلي 10 دقايق اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بصوا اهو تخن الرز تخن. احنا هنا حطينا معلقتين دقيق اهو، معلقتين بالظبط. هنحط بتاع كوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب الدقيق لغايه ما ايه ما يدوب خالص، ما يبقاش فيه تكتلات. عايزه تصفيه صفيه مفيش مشكله اهو. وهتضيفيه على الكشك مش اكتر من كده اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اتاكدي ان مفيش تكتلات عشان ما يكلكحش منك اهو اهو ماشي. وتضيفيه بقى على ايه على الكشك. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده. الف هنا وشفا اهو. بصوا احلى كشك واسلم كشك وسهل وبسيط وتحفه، وهتدوقيه هيعجبك بقى. الطريقه دي هتعجبك قوي اهو. كان الاول بيحطوا له رز كده يستوي في قلب الشوربه، دلوقتي احنا بنطحن له الرز. شوفوا بصوا تخن ازاي اهو. ياخد بس غلوه ونرفع عليه. اتاكدي من الملح المظبوط بتاعك كده. الكشك جاهز للغرف. بصوا خد غلوه اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين سمكه كده حلو لان كل ما بيقعد بيتخن ماشي. سيبيه اغرفيه وسيبيه يبرد وبعدين حط عليه البصل. بصوا يا حبايب قلبي الجمال والحلاوه اتغرفت اهو. سيبيه بقى ربع ساعه نص ساعه لما يبرد خالص وبعد كده رش عليه البصل، لان لو رشيتي عليه البصل دلوقتي هيسقط جواه. فاحنا هنسيبه مع بعض ربع ساعه او نص ساعه كده. تبلنا الفرخه هنسيبها كده ساعه وبعد كده هنغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن على درجه حراره 180 من تحت. تاخد لها نص ساعه من تحت وهي متغطيه، بعد كده نرفعها على الشبكه من فوق. ماشي يا حبايبي. كده عدى ساعه ونص على الفرخه. هندخلها الفرن لمده نص ساعه من تحت ونطلعها مع بعض اوريكم شكلها، وبعدين نحطها تحت الشوايه 10 دقايق. ماشي يا حبايبي. تعالوا حبايبي نشوف الفرخه اخبارها ايه ونحط البصل على الكشك. هو كده برد بقاله يجي 3 ساعات معمول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخه لسه فيها ميه شايفين، تشرب ميتها وبعدين نحطها تحت الشوايه. ماشي. انا شلت لسه شايله الورق الفويل من عليها. هنا هنحط بقى البصل. بصوا برد ازاي وتخن. انا بقول لكم يعني بيبرد تروح حاطه البصل كده وبألف هنا وشفا يا حبايبي. بصوا البصل لونه فاتح وجميل ازاي، تحفه ما شاء الله عليكي يا ام يوسف. شويه كشك بصوا من الاخر، جنبهم بقى شويه عيش بلدي وبألف هنا وشفا. شايفين الجمال اهو تحفه. مستنيين الفرخه بتاعتنا الجميله تطلع وهوريها لكم بعد ما تشرب ميتها ونحطها تحت الشوايه 10 دقايق. ماشي حبايبي. بصوا حبايبي هي حلوه قوي كده عشان ما تنشفش. هي فيها شويه صوص صغيرين كده. هنحطها بقى تحت الشوايه 10 دقايق وارجع لكم اوريكم شكلها بعد ما تخلص. هي محمره منها فيها حلوه تحفه اهي، بس لازم تاخد وش كمان شويه. بصوا حبايبي اللون ده تحفه بسم الله ما شاء الله. نسيت اقول لكم ان انا حاطه وركين مع الفرخه بس كانوا مركونين على جنب، فانا حاطه مزوده وركين مع الفرخه زي ما انتم شايفين كده. تحفه، تتبيله روعه، الشكل جميل تحفه، الريحه خيالي زي ما انتم شايفين كده. بصوا حبايب قلب السوا. بصوا السوا. بصوا مش مستحمله الشوكه. بصوا تحفه تحفه. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. الكشك خيال. هناكل جنبها كشك بالمعلقه بالعيش زي ما انتم عايزين. اعملوا اللي انتم عايزينه بألف هنا وشفا. احلى تتبيله للفراخ المشويه بقشر الليمون. حط الليمونه بقشرها. احلى كشك
مش هياخد في ايدك 10 دقايق. بألف هنا وشفا. عليه البصل المحمر كده الذهبي الجميل التحفه. دوقيه كده هيعجبك جدا، مع شويه بصل كده تحفه. تحفه يا جماعه، تحفه. على فكره الكشك بيتاكل بارد، مش لازم تسخنيه. عايزه تسخنيه ما تحطيش عليه البصل، سيبي البصل لوحده، واول ما تغرفي شويه تسخنيه وتحطي عليه البصل. اما احنا بناكله بارد كده. تحفه، طعمه ملوش حل. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله يا حبايب قلبي. تحت امرك يا حبيبه قلبي اللي طلبت الكشك مني. اي حاجه تعوزيها قولي لي في التعليقات وانا هعملها لك. وانا اسفه على تاخيري على طلب الكشك مني. شكرا يا حبايب قلبي.